متى تنتهي المشاكل والأزمات في نادي الزمالك؟ دايما كده تحس إن في ناس بتفضل تصدر لك المشاكل والأزمات باستمرار. مرة بأزمة قيد، إن أنا مش هقيد لك لعيبة، أنا همنع عنك لعيبة، هسرب لك عقد لعيبة عندك، هعمل لك أزمة مالية، هحجز لك على الأرصدة، هسوي، هنحل مجلس إدارة. دايما نادي الزمالك على طول كده في مشاكل، في أزمات دايما دايما موجودة. مفيش استقرار دايما في نادي الزمالك، تحس كده في حاجة غلط في سيستم معمول أو قاعدة كده إن مينفعش نادي الزمالك يبقى مستقر، مينفعش نادي الزمالك يبقى ما عندوش أزمات، لازم بشكل ما على طول ودايما في أزمات عنده. هل المشاكل دي مشاكل إدارية؟ لأ، حتى لما مكانش فيه مشاكل إدارية كنت بتتفاجئ إن مجالس إدارات بتتحل. طب ليه؟ ما تفهمش. لما يبقى في الزمالك عنده في وفرة مالية وفي أزمات، لا تلاقي الفلوس بتحجز على الأرصدة. تلاقي قيد يقول لك لا أنا مش هأيد لك اللعيبة، بغض النظر بقى الزمالك راح متأخر، راح في آخر يوم، مش قصة. بس الفكرة كلها إن في حاجات كده بتحسها في أوقات ما مش مفهومة. في حاجات كده بتتعمل في الخفاء، او في حاجات بتبقى مقصودة مترتبة بتحصل في اوقات معينة بطريقة معينة عشان تأدي لحاجات معينة. فهو الفكرة كلها يا جماعة في مخطط ان نادي الزمالك عمره ما يبقى مستقر، عمره ما يبقى خالي من المشاكل والأزمات. طب بافضل أفكّر كده دايمًا وباقول طب هو المشكلة في الإدارة، هو المشكلة في مرتضى منصور، أصل مرتضى منصور عنده مشاكل مع كذا وكذا وكذا وكذا. بس لو جيت قبل كده، لأ، ما فيش استقرار برضه، ما فيش مجالس إدارات قدرت تكمّل فترات كتير. دايمًا كده في صراعات وفي خناقات وفي أزمات بتحصل، وحتى الآن دلوقتي في جهات، أسماء معيّنة كده بتتحرّك دلوقتي، إن هُم يعني عندهم معلومات إن خلاص إن نادي الزمالك هيحصل فيه حل مجلس إدارة، وإن هُم جايين وإن هُم بيطلعوا بيانات و. فبرضه كلام مش مفهوم. ليه دايمًا ده كله بيحصل في نادي الزمالك؟ ليه ما بيحصلش في الأندية التانية؟ يعني أديك مثال بسيط كده، مثلًا نادي زي والّا بلاش.